يا أهلا بيكم. النهاردة هنتكلم في سر من أسرار المحترفين في عالم الشوكولاتة، وهو التامبرينج. هنبسط العملية دي خالص خطوة بخطوة عشان أي حد يقدر يوصل لنتيجة احترافية وهو في البيت. كلنا أكيد جربنا نسيح شوكولاتة في البيت ونتعب عليها، وفي الآخر النتيجة تكون محبطة شوية. نلاقيها شكلها مطفي كده وطرية، ومش هي خالص اللي بنشوفها في المحلات. طب ليه بيحصل كده؟ الحكاية كلها علم. بصوا بقى على الفرق ده. اللي على الشمال دي الشوكولاتة اللي بتطلع لما بنسيبها تبرد لوحدها، شكلها باهت ومبقع. لكن اللي على اليمين دي قصة تانية خالص. شوفوا اللمعة عاملة ازاي والقوام الصلب، وطبعا الصوت، صوت التقة المميزة دي لما تتكسر، هو ده بالظبط اللي عايزين نوصله. طيب، ايه بقى السر؟ عشان نفهم محتاجين نبص جوه الشوكولاتة نفسها على مستوى صغير قوي مش بنشوفه بعينينا. السر كله في حاجة اسمها بلورات زبدة الكاكاو. يعني إيه تمبرينج؟ الموضوع أبسط من اسمه بكتير. التمبرينج ده ببساطة هو إننا بنروض بلورات زبدة الكاكاو. بدل ما نسيبها تتجمد براحتها كده بشكل عشوائي، لأ، إحنا بنتحكم في درجة حرارتها عشان نجبرها تترص جنب بعضها بنظام وشكل مظبوط. تخيلوا كده لما بنسيح الشوكولاتة ونسيبها تبرد، البلورات دي بتبقى عاملة زي ما تكون في حالة فوضى، كل واحدة بترتبط باللي جنبها من غير أي نظام، ونتيجة هي دي الشوكولاتة المطفية الطرية اللي كلنا عارفينها. أما التمبرينج بقى، ده عامل زي ما يكون تمرين عسكري. إحنا اللي بندي الأوامر للبلورات دي، بنعلمها إزاي تقف في طابور منظم وتترابط مع بعضها صح. ولما ده بيحصل، بنوصل للهيكل البلوري الثابت ده اللي بيدينا اللمعة والقوام الصلب اللي بنحبه. تمام. في طرق كتير قوي للموضوع ده، منها حاجات معقدة بيستخدموها في المصانع الكبيرة، بس النهاردة احنا هنركز على أسهل وأضمن طريقة ممكن تتعمل في أي مطبخ، وهي طريقة التلقيح أو زي ما بيقولوا عليها السيدنج ميثود. فكرتها بقى عبقرية في بساطتها. احنا بنجيب شوكولاتة صلبة هي أصلاً معمولة تامبرينج ومظبوطة، ونستخدمها كبذور. البلورات المنظمة اللي جوه الشوكولاتة الصلبة دي بتبقى زي القدوة أو المرشد للبلورات اللي لسه سايحة، بتقول لها تعمل إيه وتترص إزاي عشان تطلع زيها بالظبط. طيب، قبل ما نخش على العملي، في كام أداة كده لازم تكون جاهزة جنبنا. أهم حاجة ترمومتر ديجيتال وميزان. دول مش رفاهية خالص في الوصفة دي، دول أساس النجاح، لأن كل خطوة بتعتمد على أرقام دقيقة جداً. جاهزين؟ يلا بينا بقى ندخل المطبخ ونشوف الخطوات دي بتتعمل إزاي واحدة واحدة. وهنا بقى أهم جزء في الموضوع كله، فلازم نركز كويس. الجدول ده هو الخريطة بتاعتنا. كل نوع شوكولاتة له درجات حرارة معينة لازم نمشي عليها بالحرف. النهاردة كمثال هنشتغل على الشوكولاتة بالحليب. العملية كلها بتتلخص في 3 مراحل بسيطة: بنسيح، بعدين بنبرد ونعمل تلقيح، وفي الآخر بنرجع نسخن تسخينة خفيفة. الترتيب ده بالظبط هو اللي بيضمن إن كل حاجة تطلع مظبوطة. نبتدي بأول مرحلة، التسييح. هناخد حوالي 3/4 كمية الشوكولاتة بتاعتنا ونحطها في حمام مية، ونفضل نقلب بهدوء لحد ما الترمومتر يوصل لدرجة حرارة 45 مئوية. الحرارة دي مهمة عشان نتأكد إن كل البلورات اللي كانت موجودة اتكسرت واتفككت تماماً. أول ما نوصل ل 45، بنرفع الطبق من على الحمام المائي فوراً. ودلوقتي يجي دور الربع الباقي من الشوكولاتة الصلبة اللي هو البذور بتاعتنا. هنبدأ نضيفه حبة حبة وإحنا بنقلب باستمرار. هدفنا في المرحلة دي إننا ننزل بالحرارة لحد ما توصل ل 27 درجة. لما نوصل ل 27 درجة، البلورات الكويسة اللي إحنا عايزينها بتكون بدأت تتكون، بس هنلاحظ إن الشوكولاتة بقت تقيلة شوية وصعب نشتغل بيها. عشان كده بنرجعها على الحمام المائي تاني، بس المرة دي لثواني بس. تسخينة خفيفة جدا وحضرة، يدوب نوصل ل 29 درجة. الحرارة دي هي درجة حرارة الشغل المثالية. طيب، في كام نصيحة كده هتفرق جدا في النتيجة. أولاً، خدوا بالكم، نقطة مية واحدة ممكن تبوظ الشوكولاتة كلها. ثانياً، التقليب يكون بهدوء. بنفرد الشوكولاتة على جوانب الطبق ونرجع نلمها تاني، ده بيساعد على التبريد السريع من غير ما ندخل فيها فقاعات هواء. وحاجة كمان، يفضل نشتغل في مكان درجة حرارته معقولة. تمام، وصلنا لدرجة حرارة الشغل المظبوطة والشوكولاتة شكلها حلو. بس السؤال المهم، إزاي نعرف 100% إن التمبرينج نجح؟ الاختبار بسيط قوي. هنجيب حتة ورقة زبدة وناخد معلقة صغيرة من الشوكولاتة ونفردها عليها، ونسيبها كده في درجة حرارة الغرفة العادية من 5 ل7 دقايق. لو كل حاجة تمام، هنشوف النتيجة فوراً. إيه بقى علامات النجاح دي؟ أولاً، هنلاقيها جمدت وبقت صلبة بسرعة،
تانياً هيكون ليها لمعة حلوة قوي. تالتاً لو لمسناها بالراحة مش هتسيب أي أثر على الصوابع. وأخيراً والأهم، لما نكسرها لازم نسمع صوت الطاقة الواضحة دي. لو كل ده حصل يبقى ألف مبروك، العملية نجحت. وهنا نصيحة أخيرة ومهمة، لو اتبقى أي كمية من الشوكولاتة دي طبعاً مش هنرميها. أحسن حاجة نعملها إننا نفردها طبقة رفيعة على ورقة زبدة ونسيبها تنشف. بعد كده نكسرها ونشيلها، وبكده تبقى جاهزة نستخدمها تاني. ودلوقتي بعد ما السر اتكشف وبقى معانا طريقة نعمل بيها شوكولاتة مثالية في البيت، يا ترى إيه أول حاجة هتيجي في بالكم تعملوها بيها؟ الاحتمالات الحقيقة ملهاش نهاية.